شلون اضعف بدون ما اخذ حارق مال دهون؟ لانه اني ما اخذ حوارق مال دهون نهائيا. من خلال القال والقلت ويقولون وقالوا لي اخذ فلان شيء وفلان قال اخذ فلان شيء. احنا نهائيا ما نشتغل بهذا الشيء، لان حسب الدراسات موجوده عندك واللي ترجمت لك اياها وتدرون بيه، انا شغلتي ابحوش واعطيك الفائده والخلاصه من الاخير. الواي بروتين، ليش اختاروا الواي بروتين؟ لانه عرفوا وسووا عليه ابحاث دقيقه جدا. اللي ياخذ واي بروتين قبل الوجبه مالته راح تمشيه ساعات اكثر، لانه راح يحسسه بالشبع. وبنفس الوقت الواي بروتين هو اصلا خلاصه الاكل، يعني تتدرب او ما تتدرب ما راح ياثر بيك ابد نهائيا من ناحيه الضرر، بس راح ياثر بيك من ناحيه الوزن. راح تنزل الوزن اللي انت تريده بعامل الاستمراريه. اي سرعه احنا ما راح نشتغل بيها ابد نهائيا، بس انا ابني عامل طويل، عامل استمراريه راح ينزل وزني من خلال الواي بروتين. يعني اني اسد شهيتك، اشبعك، وبنفس الوقت راح اعطيك حرق مال دهون بعد اقوى. هسه انت عرفت انه اذا تريد تضعف عادي جدا تاخذ الواي، وعادي جدا بدون حوارق مال دهون. هاي العمليه كلها اللي شرحناها بدون نظام غذائي، كل شيء لا تاخذ وكل شيء لا تصرف، لانه ما راح يفيدك شيء ابد نهائيا، لانه هو مو سحر، هو عامل يساعدك. اذا انت ما تساعده هو ما راح يساعدك. ودائما انا اقول لك صح صح وياي وافيدك.